هل حمدي ووفاء نازلين مصر فعلا ولا لا؟ بص، بنسبة 50% حتى الآن مفيش أي قرار يقول إنهم نازلين مصر، ولكن عايز أفهمك حاجة. حمدي ووفاء فعلا بيفكروا يدفعوا الفلوس أو الحاجات اللي عليهم في مصر بسبب المطعم اللي اتقفل. طبعا زي ما احنا عارفين السبب اللي خلاهم ما ينزلوش مصر، ولكن هكلمكم فيه سريعا كده عن السبب اللي خلى حمدي ووفاء ما ينزلوش مصر، او خلى حمدي ووفاء سافروا تركيا، او خلى عامة المشكلة دي حصلت. ولكن هنتكلم الاول في نقطة ازاي هم نازلين مصر ولا لا. حمدي ووفاء فعلا بيصفوا حاجات او بيحاولوا يخلصوا الشركه اللي هم عاملينها في تركيا ويصفوها ويحاولوا ينهوا كل حاجه بحيث انهم ينزلوا يدفعوا الفلوس اللي عليهم بسبب المطعم اللي عمل لهم مشكله. طيب هل هم نازلين مصر ولا لا؟ حتى الان ما قالوش اي خبر، ولكن المصدر الموثوق الى حد ما ممكن ينزلوا مصر. امتى؟ الله اعلم. ولكن هنتكلم بقى في المشكله اللي حصلت لهم مسافه تركيا. طبعا احنا عارفين ان هم سافروا تركيا بسبب المحل اللي هم عملوه او المطعم اللي هم عملوه بتاع الاكل. مطعم الاكل اللي هم عملوه نسيوا حركه كانت المفروض ما ينسوهاش خالص، هي الحسابات. المفروض يكون عندهم قسم حسابات يشوف لهم موضوع الضرايب، لانهم زي ما تقول كده عملوا محل او عملوا مطعم واشتغل عادي خالص وكسب واشتغل كويس، ولكن ما حسبوش الضرايب وعدى منهم اول سنه، وعدى منهم يعني زي ما تقول كده عدى كده في السريع ومحدش يعرف عنه اي حاجه خالص. وده طبعا كانت اكبر مشكله عملوها حمدي ووفاء، هي انهم ما خدوش بالهم من موضوع الضرايب. بسبب كده الضرايب اتراكمت عليهم، ودي طبعا في اي دوله في العالم الضرايب دي لازم اي حاجه عليها ضرايب. ده بالعكس احنا هنا في ضرايب في مصر ضرايب صغيره قليله، انما لما تسافر اي دوله ثانيه هتلاقي الضرايب عليك كبيره جدا. هنا الضرايب الى حد ما كويسه، فانت لما بتدفع او انت لما تعمل مطعم وتسيب موضوع الضرايب ده تركنه على جنب، لا دي ضريبه من حق الدوله، فعشان كده هم ما دفعوش الضريبه دي. فلما ما دفعوش الضريبه دي الضريبه طبعا جت لهم، هتدفعوا كذا 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 كذا، ليه كذا كذا كذا، او المبلغ كذا، علشان انتوا اتاخرتوا او مش اتاخرتوا، انتم فتحتوا من غير ما تعملوا اي حاجه في الضرايب. ودي كانت اكبر مشكله جت لحمدي ووفاء حتى الان، وهي الضرايب. نزلت عليهم غرامه والثانيه والثالثه، وبعد كده تم احتجاز المطعم. وبكده حمدي ووفاء حاولوا يعملوا حركه ان هم يقفلوا المطعم نهائي بحيث انهم تسقط عليهم الضرائب. الضرائب طبعا كده ما سقطتش عليهم ولا حاجه، ده حق دوله ولازم تاخده، فعشان كده لازم قالوا لهم لازم تسددوا الضرائب دي. والضرائب دي بالغرامه انا مش عارف كام بالظبط، ولكن كان مبلغ كبير جدا يعدي المليون جنيه كمان، يعني مبلغ يعدي مليون جنيه. ولكن قبل كل ده ما تنساش تعمل لايك وتتابعني في الفيديو من اول ثانيه لاخر ثانيه عشان تفهم القصه كلها قبل ما تكتب في التعليقات تحت. اعمل لايك، شارك الصفحه بتاعتي، اعمل تعليق، وسلام.